النهاردة سألنا مجموعة من موظفين بيوتي شوية أسئلة عشان نعرف عنهم أكتر، ويا ترى إيه اللي جابهم هنا في إيه اللي جابك هنا. دكتور عزم منورنا. نوركم. البوكس اللي جنب حضرتك هيكون فيه أسئلة هيعرفنا أكتر عن شخصيتك وإيه اللي جابك هنا. يلا بينا. يلا بينا. أنا دكتور عمر الحجار، سيلز اند ماركتنج دايركتور بيوتي اند بيوند انترناشونال. أنا نورير سيد، شغالة هنا في بيوتي اند بيوند از سينيور براند مانجر لاين الإيفريوس. أنا اسمي وليد بدر، تريننج مانجر. أنا محمد عباس، شغال ايفنت كوردينيتور في الشركة. كمان أنا حكم في الدوري الممتاز. أنا اسمي محمد والي، B2C بزنس يونت هيد هنا في بيوتي اند بيوند انترناشونال. أنا عاشور بكمل علي في شركة بيوتي اند بيوند. أنا أحمد سلمان، وظيفتي دلوقتي حاليا في بيوتي اند بيوند كوميرشال مانجر للشركة. أنا اسمي نرمين، بشتغل براند مانجر في الدي تي سي يونت على براند جلو مارك. أنا اسمي أحمد إبراهيم، أنا جروب براند مانجر مسؤول عن 2 لاينز في الماركتينج في الكور بزنس في بيوتي اند بيوند. اسمي محمد عزب، فارماسيست، حاليا ممبر في بورد اوف دايركتورز في شركة بيوتي اند بيوند. أنا جيت هنا مع دكتور أحمد عمار، من الشخصيات المحترمة جدا اللي بعتز بيها، وبعد كده اتكلم مع دكتور محمد متولي التشيرمان وقال له إنه أنا عايز عمر الحجار معايا كسيلز اند ماركتنج دايركتور، فجيت معاه سيلز اند ماركتنج دايركتور. بعدها بشوية دكتور عمار مش، فأنا اللي جابني مشي وسابني يا جماعة. هي الموضوع جه بالصدفة، كان ليا واحد عزيز على قلبي كان جه هنا، هو عمل انترفيو، عمل لي ريكومنديشن، أنا جيت وهو ما جاش. هو طبعا نصيب في المقام الأول، دكتور محمد متولي هو اللي جابني هنا. جيت جابلت الدكتور والدكتور شغلنا على طول. اللي جابني هنا مستر أحمد جمال، جيت عملت انترفيو والحمد لله اشتغلت. اللي جابك هنا، أنا كنت جاي أشتغل في الشركة كسينيور برودكت مانجر، استمريت في الشركة لغاية دلوقتي زي ما هنعرف بعد كده. إيه اللي جابك هنا؟ ممكن أنا جاي هنا عشان أنجح وأقدر أضيف للشركة، في نفس الوقت الشركة تضيف ليا، وده الحمد لله اللي حصل في خلال السنة ونص اللي فاتت. كنت بدور على opportunity تانية من الشركة اللي أنا كنت فيها، كان في الوقت ده شايفة إن بيوتي اند بيوند من الشركات الكبيرة اللي فيها opportunity. وقتها عملت انترفيوز يعني وجيت هنا. أنا جيت هنا مرتين، مرة في فترة كان ليا فترة قبل الفترة ديت، وجيت تاني عارف إن بيوتي هي بيتي الأصلي اللي رجعت له. أنا حسيت إن أنا رجعت بيتي تاني. الموضوع مش بيزنس بس، بيوتي فعلا عيلة وبيت كبير بيضمنا كلنا. الحظ الحلو اللي جابني هنا، نصيب طبعا وكل حاجة، بس خلينا نقول إن يعني الحمد لله تجربتي في بيوتي على مدار السنين دي هعتبر إنها تجربة ناجحة، والحمد لله يعني على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني استفدت منها كتير، وده غيرت فيا حاجات كتير. يعني حوالي كده أكتر من 4 سنين بشوية، حاجة بسيطة. started من 1 أبريل 2023، almost سنة ونص. يعني سنة ونص. بقالي في بيوتي سنتين ونص. أنا قديم من 2011. دلوقتي بقالي سنة ونص. حاليا في الفترة التانية بقالي تقريبا سنة وشهرين. بقالي 9 شهور تقريبا يعني. 7 يناير 2012، فأراوند 13 سنة، في أراوند 4 سنين في النص كده كانت لظروف شخصية ورجعت تاني. بقالي في بيوتي اند بيوند دلوقتي 2 و8 شهور تقريبا، ويعني إن شاء الله 1/12 اللي جاي يبقى بقالي 3 سنين. روح الفاميلي الجميله والنجاح اللي احنا واصلين له داخل اليونت وداخل فاشون بيبي الحمد لله. ده غير ان انا عليا اقساط. بصراحه الناس هنا كلهم كويسين جدا، وبصراحه الانفايرمنت حلوه قوي. الطريق القطر ماشي وعمال يعدي على محطات كلها بالنسبه لك مليانه نجاحات ومليانه ذكريات قويه جدا وحاجات ستوري، فعلا ستوري تو بيتل. النزول منها هيبقى صعب قوي، مش عارف هننزل امتى ولا فين، بس ان شاء الله نكمل لاخر محطه. هو ده كان السؤال اللي انا كنت عايز اقول لكم عليه من الاول، اللي خليني مكمل لغايه دلوقتي، اني لقيت في بيوتي اند بيوند احساس البيت. لقيت ناس بتسمع لافكارنا الجديده ومستعده ان هي تطبقها، ناس عندها تعاون وعايزه انفست في البيبول الموجودين معاها، فعشان كده دي الكالتشر اللي انا حابب اكون موجود فيها واشتغل فيها. أنا ابن الشركة، أنا بحب الشركة كلها، بالناس اللي فيها، بالناس اللي مشيت، بالناس اللي قاعدة، بالناس الله يرحمهم اللي توفى، كلهم بحبهم بصراحة، وربنا إن شاء الله يوفقكم بإذن الله. هو الحقيقة أكتر من حاجة، يعني أول حاجة زي ما أنا اتكلمت إن شركة بيوتي من الشركات اللي بتكبر بصورة قوية جدا في الماركت، من الشركات اللي فيها كالتشر مختلفة عن كل الشركات. يعني الحقيقة الانفايرمنت دي ما شفتهاش قوي في أي شركة تانية. يعني الشركة دي أو بيوتي دي بيتنا كلنا، أو دي عيلة وده بيتي، فأنا بحس بأريحية فيه جامدة جدا. بحس إن الشركة دايما في ظهرك، فده اللي مخليني مكمل في بيوتي لحد دلوقتي. ما ينفعش إن احنا نختصر سؤال زي ده في حاجة واحدة بس. ممكن أول حاجة هي الكالتشر، كلنا بنشتغل مع بعض وعشان بعض وعشان الشركة.
انت بتقدر تضيف وفي نفس الوقت بتحس كمان بالريفليكشن بتاع ده عليك انت كشخص. فدي من الحاجات المهمه جدا لاي واحد بيشتغل في اي مكان. في كذا سبب. اولا روح الفاميلي اللي في المكان، احنا بنتعامل كده كلنا ان احنا عيله واحده واخوات. تاني حاجه البيرسونال والكارير جروس للزملاء الموجودين كلهم وليا انا شخصيا، بلس الامباورمنت. انا اشتغلت في شركات تانية، حته ان انت تبقى فولي امباورد واخد الاثوريتي بتاعتك وبتقدر تتحرك براحتك وتدي كمان جزء كرياتيفيتي، من الحاجات المميزه جدا في بيوتي اند بياند. مفيش حد في بيوتي ما ساعدنيش، كل اللي انا احتجت له للامانه ساعدني، سواء من الزملاء سواء من الاداره، كل الناس هيلبفول جدا جدا جدا. دكتور مصطفى نبهان بعزه جدا، اسم على مسمى، هو نبهان فعلا. فدايما لما اجي اشت دكتور مصطفى اللي بيرجعني كتير للامان، بس اكتر واحد حاسس ان هو في معايا كتير محمود غازي. هو الحقيقه كل الناس في الشركه هيلبفul يعني، بس اكيد اكتر حد ماي دايركت مانجر دكتور وادي هو ماي منتور كمان. والله كتير يعني، كل الناس اللي موجوده في الشركه فعلا بتقف جنب الواحد. وطبعا يعني انا عايز اقول اكتر واحد بقى يعني، وده حبيبي واخويا ويعني ربنا جعله سبب في حاجات كتير جدا، هو دكتور محمود غازي. لو خصصت واحد بس لا، هيبقى بصراحه يعني في ناس كتيره جدا في الشركه ساعدتني من اول يوم. طبيعي ان يكون اولهم دكتور عمر الحجار مديري، من اول الناس اللي ساعدتني. دكتور محمد متولي واستاذ اسلام متولي من اول يوم ولحد دلوقتي، واحنا دايما مع بعضنا وربنا يديم المعروف ما بيننا ان شاء الله. بصراحه ناس كتير، بس ليتلي دكتور عمر الحجار. والله بالسيتنج اللي انا شايفه والكلام ده كان ممكن اشتغل في حته التصوير والديزاين والجزء الكرييتيف شويه. مدرب فتنس. كان نفسي ابقى مضيف الطيران. كان نفسي ابقى مدرب كوره، وانا شايف نفسي مدرب كويس. يعني مش جوارديولا، بس مش هبقى اوحش من اللي موجودين كتير يعني. نفسي اكون رئيس جمهوريه. بحب ان انا اشتغل حاجه زي دي، انالايز واخد ديسيجنز. شايف ان انا ممكن اعرف اعمل حاجه زي دي. لو بحلم اشتغل حاجه تانية، اعمل يا اما كافيه واعمل شاي وقهوه وكده، او مطعم صغير. يا سلام لو في حته بعيده بقى، نفسي اقعد في حته كده تكون هاديه. لو عندي اوبشن تاني كنت ممكن اشتغل حاجه ريليتد بالارتس، فنون جميله، رسامه، حاجه ليها علاقه بالكرياتيفيتي والارتس يعني. التلميذ المجتهد المؤدب. وانا صغير كنت معروف بحاجتين، طبعا نمره واحد كانت الكوره، وتاني حاجه كنت معروف بالشقاوه. انا اسمي اصلا نهيل، وده كان اسم صعب على جدتي ان هي تندهلي بيه، فكانت بتقول لي يا نهى. نسبيا كنت طفل زي ما بتقال كده يعني، نيرد مركز في المذاكره اكتر، وكنت معروف بالجينيوس بتاع الماس والرياضيات في المدرسه وفي المذاكره. لا انا كنت شقي جدا وانا صغير. اللي يشوفني وانا صغير مستحيل يقول ان هو الانسان ده دلوقتي يعني، والحمد لله مفيش حد في الشركه كان يعرفني من وانا صغير خالص لحد دلوقتي. انا افتكر اول مكافاه اخدتها، اول مكافاه كنت ميديكال ريب، وكانت 3000 جنيه، والكلام ده من حوالي 12 سنه. رحت جبت بيها لابتوب، يمكن انا محتفظ بيه لحد دلوقتي، هو مش شغال بس انا محتفظ بيه، لان دي كانت اول مكافاه تجيلي، وكانت وقتها كبيره جدا. اكبر مكافاه جات لك كانت كام؟ ما بعدش يا جيم. اكبر مكافاه جات لي كانت عربيه بعد الثانويه العامه. دي اكبر مكافاه جات لي في حياتي، كانت تقريبا 2000 جنيه تقريبا. حقيقي اكبر مكافاه جات لي هي مراتي، بعتبرها ان هي اكبر مكافاه ربنا كافئني بيها، تقف جنبي في حياتي في المواقف الصعبه اللي عديت بيها. مش كام فلوس، هي اكبر مكافاه جات لي كانت اول بروموشن خدته في حياتي. ان انا الشركه اللي كنت فيها ساعتها اترقيت، وكنت ساعتها ديستريكت مانجر، وكنت اصغر ديستريكت مانجر موجود في الشركه. بصوا يعني اكتر حاجه حلوه فعلا بسطتني عملتها لي مراتي، وكان في عيد ميلادي، وعملت لي فيديو انا بحبه قوي فعلا. لما انا شفته دمعت، لان هي عملت ريفيو مع اصحابي كلهم يعني، او اللي انا اصلا يعني فاكرهم ومش فاكرهم، وعملت مجهود جامد في الموضوع ده. وانا شفت الفيديو ده يوم عيد ميلادي، انا فعلا انا دمعت يعني اكبر مكافاه او العزيزه على قلبي لما خلصت ثانويه عامه، الموبايل كان جالي وقتها. موبايل كان زمان لسه في نوكيا، فكان نوكيا N82، فدي اكبر هديه انا مش قادره انساها، لان هي كمان كانت عزيزه على قلبي يعني. اول ما اتخرجت من الكليه كنت شغال في حكومه، تكليف الصيادله ب 145 جنيه. 5 جنيه، اشتغلت ب 5 جنيه في اليوم في مصنع، كان بروجكت كده بتاع حد قريبي. كان 1800 جنيه. اول شغل اشتغلته كنت بارت تايمر في MSD، السالري ساعتها 600 جنيه. فاكر جدا، كان الشغل 850 والتحكيم كان 50 جنيه. فايزر، اشتغلت في فايزر كان مرتبي 850 جنيه، وكان رقم خيالي. لا انا اول شغل اشتغلته كان سمر تريننج،
فاكر كان 300 جنيه باين ولا حاجه، الكلام بس من سنه 2007 طبعا. كانوا ساعتها ممكن يكونوا حاجه كويسه بالنسبه لطالب، بس يعني عشان ما حدش بس يتريق على الرقم يعني. الحقيقه كنت اول شركه اشتغلت فيها كان شركه مالتي ناشونال الماني، ووقتها كان المرتب حلو قوي، يعني كنت باخد 6K في الوقت اللي هو كانت الدنيا لسه يعني مش غاليه خالص. كان في شغلانات اشتغلتها بدون مقابل اصلا، واول شغلانه اشتغلتها كانت في مجال اللي خدت اجرتها يعني كان في مجال السيلز، وكان مرتبي ساعتها كان 500 جنيه. يمكن عشان اول مدير ليا ساعتها واول حد يعني بعد التخرج كانت دكتوره مها صاحبه الصيدليه اللي اشتغلت فيها، كانت من اكتر الشخصيات السبورتيف بالنسبه لحد لسه متخرج جديد وبيتعلم الشغل. اغلبهم بصراحه، بس اكتر شخصيه الديموكراتيك اللي هو كان يعني بيقول اللي عنده وبيستنى لما ندسكس ونرجع ناخد فيها قرار سوا. ده اكتر حد. اكتر شخصيه مدير حبيتها طول فتره حياتك المهنيه؟ المدير الفرفوش. انا معظم المديرين اللي اتعاملت معاهم شخصيات جميله جدا وكلهم بعزهم وبعتز بيهم جدا، بس انا هتكلم على مدير انا ما اتعاملتش معاه. من اكتر الشخصيات اللي اثرت فيا لما اتعاملت معاه، هو ما كانش مصري خلاص، هو كان راجل ياباني وهو اسمه ياسو باندو. ميزته ان هو فاصل جدا ما بين حاجتين، ما بين ان احنا بره الشغل بنهرج مع بعض وبنسهر وبنخرج وممكن نبقى سهرانين لمتاخر، وتاني يوم عندنا ميتنج الساعه 8 الصبح هو 7:30 موجود في المكتب، وعنده ليفل من البروفيشناليتي انه قادر يفصل ما بين ده وما بين ده. فكانت عجباني جدا الشخصيه دي. بعرف انبسط قوي وقت الانبساط وما بتكسفش من حاجه طالما اني ما بعملش اي حاجه غلط، وبعرف اشتغل قوي وقت الشغل واعمل احسن حاجه عندي انا والتيم كلنا مع بعض. الشخصيه اللي انا حبيتها وحابب اكون زيها مستر اسلام بصراحه. كان مديري محمد سلطان، اول مدير اتعاملت معاه في فيصل. للامانه هو اكتر واحد حببني في المهنه واكتر شخصيه حبيتها في حياتي كمدير. من اكتر الناس اللي انا بحبها ومن اكتر الناس اللي اثرت فيا دكتور اسامه هنيدي، من الناس اللي كل كلمه انت بتسمعها منه لازم تركز فيها وتستفيد منها. في شخصيات كتير اثرت فيا مديرين. يعني انا بحب قوي المدير اللي هو شخصيته شويه ان هو بيدي كل حد حقه، بينسب التعب لصاحبه. وحب حاجه تانية يعني ان هو يكون بيتقي الله، ما يبقاش يعني ممكن مثلا يأذن، يبقى سهل عليه ان هو يضايق اللي معاه. يعني بحترم قوي المدير اللي هو فعلا بيقدر يتعامل مع السب اوردينس بتوعه ان هم هيومنز وان هم ليهم حياتهم، وان هو ممكن يكون عندهم ابس اند داون، ان هو يعني الجزء السايكولوجي يكون برضو بيحترمه، مش ان احنا زي ما بيقولوا corporate slaves يعني.